تخيل أن اليهود المغاربة لم يغادروا، بل بقوا داخل المغرب حتى اليوم بنفس الحجم والتأثير. ماذا سيتغير فعلاً؟ أول نتيجة مباشرة: اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً، لأن اليهود المغاربة كانوا نشيطين في التجارة، الحرف والتمويل. بقاؤهم يعني شبكة أعمال أوسع، علاقات دولية أكبر، وحركة سوق أكثر نشاطاً. ثاني تأثير واضح: مدن مختلفة تماماً. أحياء مثل الملاح ستبقى نابضة، ثقافة يومية مشتركة، موسيقى، أكل، عادات، تنوع حي يظهر في الشارع وليس فقط في الكتب. ثالث نقطة: العلاقات الخارجية. وجود جالية قوية مرتبطة بأوروبا وأمريكا يعطي المغرب جسوراً إضافية، استثمار، تجارة، تأثير سياسي غير مباشر، لأن الروابط البشرية تصنع نفوذاً حقيقياً. ثم المفاجأة: المجتمع نفسه يصبح أكثر تنوعاً، احتكاك يومي، تحايش مستمر، وهذا يخلق فهماً أعمق بين المكونات ويقلل من الانغلاق. لكن هناك جانب آخر: هذا التنوع يحتاج توازناً دائماً، إدارة ذكية، لأن أي توتر خارجي قد ينعكس داخلياً. والآن النتيجة: مغرب أكثر انفتاحاً، اقتصاد أقوى، ثقافة أغنى، وحضور دولي أوسع. وفي النهاية، نعم، لو بقي اليهود المغاربة لكان المغرب اليوم مختلفاً بوضوح، ليس فقط في الأرقام بل في الروح نفسها، لأن تنوعه لم يكن سيتراجع، بل سيستمر ويكبر ويصنع قوة ناعمة حقيقية.